السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده بقى هنعمل معاكم تخزين الورق العنب في الموسم بتاعه بقى ده. لازم نخزن بقى الورق العنب ونشوف هنخزنه ازاي يقعد معانا من السنة للسنة. ومعايا الكمية اللي انت عاوزاها، اللي انت عاوزة تخزنيها، اي حاجة ما تحب اللي زي ما تحب. ومعايا اللي هو الاسترتش راب. الاسترتش راب اللي هو بتاع الجبنة، اللي هو الغطا اللي هو بتاع الجبنة دوت اللي احنا بنغطيه بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي الله ونذكر الله، لا اله الا الله، ونصلي على الرسول. هنيجي بقى نوضب معاكم الورق العنب واوريكم بقى يتشال ازاي، واوريكم. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي جرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا يا حبايبي، ما تدوسوا بقى اللايك. بصوا بقى يا جماعه، احنا ولا هنغسله ولا هنعمله اي حاجه خالص. امشوا بس على الطريقه بتاعتي دي هتعجبكم جدا. يا دوب هنحط الرص على بعضيها كده زي ما انتم شايفين اهو. نشيل الرصه دي خالص اهي، نرصها كده في بعضيها واوريكم بقى الشكل النهائي. بس ما تنسوش بقى ايه تدعموني وتعملوا لايك يا حبايبي. هخلص وارجع لكم. بصوا بقى بعد ما وضبناه خالص ورصيناه كده فوق بعضيه، اهم شيء ما يكونش مبلول. اهم شيء ما يكونش مبلول. مبلول هيستوي معاكي في قلب الاسترتش راب، هيبقى ايه طري خالص. اهم شيء ما يكونش مبلول. لازم ايه يبقى هو تجيبيه وتنفضيه كده هو بقلب فوطه او حته وبتاع دوت وتلفيه بالاسترتش راب. هوريكم بقى هلفه ازاي واحده معاكم، وبعد كده هكمل الباقي عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. جبنا معاكم الاسترتش راب. هنجيب بقى ايه واحده كده اهو. جبنا معاكم لفه اهي زي ما احنا عملناها. نجيب بقى الاسترتش راب، هنعمل كده اهو. بصوا هنبرم كده اهي. ابرمي على قد ما تقدري، طلعي الهواء اللي فيها اهو اهو. بصوا شكلها برمتها ازاي. هجيب بقى السكينه واقطعها. بصوا بقى يا جماعه، انا فضيت الهواء خالص فيها. بصوا اهي، افضي الهواء نهائي كله اهي. تبقى عامله زي عامله كده، مش هتاخد كمان حتى مكان في الفريزر. هتحطيها كده اهو جنب بعضيهم، مش هياخدوا مكان، او فوق بعضيهم رصين فوق بعضيهم عادي مش هياخدوا مكان. هكمل الرصات وارجع. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصنا كميه الورق العنب. انا صراحه كنت جايبه نص كيلو، مقدار بسيط. لو عاوزه تضعفي الكميه ضعفي الكميه براحتك، بس اهم شيء هو الاسترتش راب، هو اللي هتلفيه رول كده اهو. رول كده هتفضي الهواء اللي فيه كله خالص. بس اهم شيء ابعدي عن الميه نهائي نهائي تماما. الميه لو جت نقطه فيها ميه ولا حاجه هيبوظ لك الحاجه، ومش هتقعد معاكي العمر كله، مش هتقعد معاكي للسنه. هيبقى روحها ما فيش، مش هيبقى ليها روح وهيبوظ منك. اهم شيء ما يكونش فيها ميه خالص. عاوزه تمسحيه امسحيه بحته او بفوطه ناشفه خالص. حته انت مش عاوزاها ولا حاجه امسحيها، وبعد كده ايه رصيهم زي ما انت هترصيهم كده اهوت وخلاص. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه.